خلاص تمام حاضر. هلو 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 يا جماعة، حلقة النهاردة عن حرفين بس بيقفوا في الزور. حرفين بنخاف نطلعهم عشان احنا متربيين 9 مرات، وقال ايه الذوق والأدب بيقولوا ما يصحش، فبنعيش بذنب الحاضر اللي قلناها واحنا من جوانا عايزين نصرخ نقول لا لا وألف لا. هتكلم النهاردة عن فوبيا كلمة لا. أنا بسومة وده صدى ثوت. اوكي، تعالوا احكي لكم شوية عن الناس الجميلة الطيبة اللي مفيش منها كتير. ممكن اقول انا وشوية ناس كمان، احنا اللي ما بنعرفش نقول لا. بصوا، احنا مؤسسين حزب كده على القد، وفي كلام داير اني ممكن اكون الرئيسة، فادعولي. يا سلام. اسمحوا لي اقول لكم ان كمية الناس اللي عايشة ما بتعرفش تكسف حد وتقول لا على حاجات ليهم كل الحق انهم يرفضوها كتير جدا، بجد كتير قوي. من اول الخروجات اللي ما بنعرفش نقول عليها لا عشان ما نبقاش ناس بايخة وبنبوظ الخروجة. وحتى في شغلك هتلاقي شوية ناس بتديك شغل مش شغلك لمجرد انها شافت انك طيب، انت محترم، مش بتقول لا على حاجة. انتوا عارفين يا جماعة، انا بقعد مع نفسي كده واقعد اعمل سيناريوهات للمواقف اللي ممكن تحصل، وخلاص تمام. بسومة انتي هيتقالك عايزين نخرج في المكان ده، هتردي تقولي لا معلش مش بحبه، سهلة اهي، بسيطة، تمام ماشي، يلا بينا الموقف. هيا بسومة، احنا هننزل الساعة 5 نروح مكان معين. انا برد خلاص ماشي زي الفل، انا مستنية. يعني ايه؟ طب يعني ايه؟ والله يعني ده مش منطقي خالص. فانت في وسط الموقف كده فجأة بتلاقي لسانك بدون اي مقدمات خان كل حاجة واتسحب من لسانه هو، وبقى بيرد عكس كل اللي في دماغك. طيب، وفرض السيطرة بتاع عمو اللي واقف في اي محل ده، سواء بقى السوبر ماركت او محل هدوم او غيره. يعني انت بتكون داخل عادي تسأل على شيء معين، عمرك بيعدي جوه، بتفضل معاه يطلع لك في حاجات، يسحلك في عروض، وبص ده احلى عليك، طب جرب بس، بص يا لهوي ده والله هياكل منك حته. يا راجل هياكل مني هاتي، انا مش هياكل نص مرتبي بجد. وتخرج من عنده تلاقيك مديون جايب حاجات مش هتبص لها تاني اصلا، وكل ده بس عشان صعب عليك تعب، وصعب عليك انه قاعد يلف ويجيب لك حاجات تجربها وكل ده. طيب يا سيدي، احب اقولك مبروك، انت اتضحك عليك، انت مغفل. ايوه انا جاي النهارده بستفكوا عشان نفوق بقى، نفوق نقول لا بصوت عالي. ايه ده؟ الله، احنا معزومين عند طنط يوم الخميس. نقطة، انتهت الجملة. جه دلوقتي دور دماغي. هنا دماغي بتبدأ تكون سلسلة من الافكار بعنوان شيل الهم. حرفيا مود نعي الهم is activated. طيب تعالي اقول لكم انا بشيل هم ايه. ببساطة شديدة هو الاكل، وبغض النظر تماما عن ان انا شخص مقرف جدا في اكله، مش بحب 95% من الاكل. متفهمة جدا شعور اي حد يعني هيتحط في موقف انه مضطر ياكلني، الله يعينك. بس انا دلوقتي معزومة في بيت حد، قدامي اصناف واطباق وروائح بجد لو في بيتنا انا مش هستحملها، يعني هسيب البيت واخرج، فانا بعلن استسلامي وكده. فما يصحش طبعا، عيب، اكيد هو عيب ان انا اقول ما بحبوش. انا ما تربيتش، هل ابدو لكم دلوقتي كشخص ما تربوش؟ لا طبعا. طيب نبدأ نفكر في حاجة واشياء بديلة. ممكن انا مش جعانة، اوكي، لا ماليش نفس دلوقتي، مش قادرة، مفيش بقى الكلام ده، ما بيجيش سكة، احنا قاعدين كلنا هنتغدى، دي عزومة، انتوا جايين تاكلوا اصلا وتمشوا، فما فيهاش مفر اطلاقا. فبلاقي ان دي حاجة ما بتجيبش خالص معاهم، فالوضع بيكون ان انا عصرة على نفسي 27 كيلو ليمون
باكل ربع معلقة بربع معلقة، ببلع بالعافية. مش بس كده، لا انا مضطرة اجامل واقول شكرا وجميل خالص تسلم الايادي، نسكت ينتهي الموقف هنا. ابدا. انا بكتشف ان طنط اللي احنا معزومين عندها دي اكتر حد كريم في الدنيا، ولهذا السبب انا مش بروح بايدي فاضية، اصل موجود باقي صينية. هل هنسيبه؟ لا طبعا، نلفهولك بقى، احنا نلفهولك تاخديه وانتي ماشية. ارجوك يا طنط كفاية بجد، مش قادرة يعني، 3 ثواني هعمل غسيل معدة، حد يلحقنا بجد. طيب انا عندي مشكلة شخصية ومضطرة اعلنها هنا مع كامل احترامي لأي حد هيسمع ويحس انه طرف في هذه المشكلة. انا بحب اشياء جدا وبخاف عليها يعني بشكل ما حدش يتخيله. لو تيجوا تشوفوا كده في البيت عندنا، انا مكرماهم، انا حطاهم في النيش، وده بجد مش هزار. بتحط في موقف اللي هو يا رب الهمني القدرة على التصرف، انا مش عارفة اعمل ايه. وهو ان بيجي حد بحبه بعزه، يعني بين قوسين ممكن اقول اختي، اللي هو اختي بقى، ما انا ما عنديش اغلى منها، دي هي كل حاجة حرفيا. تمام. فحبيبتي تطلب موبايلي، محتاجة اللاب في حاجة، الدولاب كبير مليان هدوم، يلا محتاجة بس اظبط اوتفيت لبكرة. فهنا بعطل بقى، هنا بفضل افكر في كل عواقب ان انا هقول موافقة، سواء ان انا هتضايق، طب انا خايفة على حياتي بشكل ما، طب ما هي هتتقمص، طب يا لهوي دي قصة تانية دي. فبلاقيني مضطرة اوافق، وبفضل قاعدة بقى كده ادعي ربنا واصلي، ويا رب يا رب الجاكيت ما يتنتش، يا رب يا رب موبايلي ما يقعش. نيجي للشغل بقى ونطاعة الناس اللي بنشتغل معاهم. نو اوفنس، محدش ياخد بجد الكلام على قلبه قوي ويحس انه موجه، اوكي، بس انا حاسه انه صعب جدا نلاقي بيئه عمل تخلو من الاشخاص اللي مهما كنا صحاب وحبايب وايه وكده، انت هتلاقي شخص جاي يطلب منك حاجه. مثلا خلينا نقول انه معلش بسومه بصيلي على ده، هي بتبتدي كده، وظاهريا هي بتكون حاجه عبيطه جدا ما تستاهلش منك اكتر من انك بجد يعني بص لها، انت بص لها بس. حرفيا واقعيا انا اتسحلت 7 ساعات في حاجه غير شغلي اصلا، وانا في العادي انا بفقد خلايا عصبيه، انا خلاص ساعتين وبلاقيني مش قادره اتنفس من التعب والمجهود، اللي هو بالله عليكم روحوني دلوقتي. فانا لبست في حوار عشان بس انا قلت لا ده طبعا يا لهوي ولا يهمك، ده انا عينيا. ايه بقى، ايه والله كفايه كده. هل كفايه كده ولا اقول كمان احنا مخنا بسيط قوي بجد، يعني بنبقى فاكرين ان لا دي قنبله هتنفجر في الناس، بس بنلاقي ان ايوه دي كدبه فرقعت في وشنا احنا وكله جاي على دماغك. بتكون جملت الناس واشتريت خاطرهم على حسابك انت، ونبص على قرار لا اللي اخدناه على انه جريمه، ونفضل نحس بتأنيب ضمير ملوش لازمه، وتفكر بقى وتألف في مبررات وقصص عشان بس تسند فكره الرفض. طب بصوا ده اهي منطقيه اهي، يعني تقبلوها بقى، طب تقبلوها. لو قعدنا نفكر كده هنلاقينا بنضيع وقت ومجهود رهيب في المبررات اكتر بكتير من اللي كنا هنستهلكه لو عملنا الحاجة نفسها. بحس اننا ممكن نكون بنخاف من لأ عشان شايفين ان قيمتنا في ايوه اللي هنقولها، قيمتنا مرتبطة بخدمة معينة هنقدمها للناس. وللأسف الشديد مع تواجدي أنا وأحباب قلبي اللي بنتكسف نقول لأ ونعلن رفضنا الشديد لحاجات مش بنبقى جاهزين نعملها، هنلاقي على جانب تاني نمو كبير قوي لفئة الناس الاستغلالية اللي بتبني يومها وبجد ممكن تكون حياتها كلها
على بس طيبة الناس اللي ضامنين انهم مش هيقولوا لا. يعني خلاص انا التارجت بتاعي النهارده بسومة، اصلا عارف هي بجد محترمة ومتربية، مش تقول لا، مش ترفض لي طلب عشان حاجات كتير جدا بقى في الباك جراوند وكل الكلام الجميل ده. فهو شخص مش بيفكر غير في نفسه وازاي مصلحته تتم. هو ممكن عادي يريح نفسه على حسابك، انا تمام طالما في غيري بيعمل الشغل وما بيقولش لا يبقى ليه اتعب نفسي. فيا حبايبي لا، زي ما حدش بيفكر فيك ولا في ظروفك، انت كمان ما تفكرش في زعلهم او انه عيب او ما يصحش. دوس على الناس اللي شبه كده. فاحنا عايزين بقى نبقى نجرب نقول لا كده يا جماعه، نشوف احساسنا ده بيقول ايه. بصراحه قعدت افكر فجي في دماغي بجد اوبشن لذيذ قوي. احنا نعمل رياكت اسمه لا بس مكسوفه اعلنها، زي ما في لايك وكير وانجري والحاجات دي، يبقى موجود الرياكت ده اوبشن. وعايزين نضيف عبارات ثابته زي البوتشاتس، بحيث انه تمام انا جالي مسج دلوقتي فيها طلب باي صيغه بقى whatever هي ايه، وفي خلال نص ساعه طالما انت مردتش بالموافقه هيتبعت رد تلقائي. بنعتذر جدا ولكن قارئ الرساله مش هيقدر ينفذ طلبك، بس مكسوف يقولك نرجو التفاهم والتماس الاعذار ولكم جزيل الشكر. هتحل جامد معانا والله. اكلم مارك بقى ولا نشوف اي حد يعملها لنا. وفي النهايه احب اقول ببساطه يا جماعه ده مش نداء خالص لقله الذوق وتحطيم القيم والاصول واحراج الاخرين، عشان دي فعلا حاجات بتضايقني انا شخصيا كبسومه وبشتكي منها. بس احنا محتاجين نعرف الخيط الرفيع اللي بين انك تبقى ذوق ومحترم بتساعد الناس ما بتحرجش حد متربي، وانك تبقى شخص متاح طول الوقت، حدودك مستباحة محدش بيحترمها. شكرا ليكم، ده كان وقتي. اشكركم بشدة على حسن الاستماع، واتمنى من كل قلبي ان كلنا نتحلى بالقدرة والشجاعة على اننا نرفض اشياء مش عايزين نعملها من غير ما نحس باي ذنب ولا تأنيب ضمير. much love.